إصابة العضلة الخلفية. إزاي تتجنب إصابة العضلة الخلفية؟ إصابة العضلة الخلفية من أكتر الإصابات انتشاراً في الخلفية وبتتكرر عنده كتير. اعمل له منشن وتابع معايا السلسلة كلها. قبل ما نبدأ نخش في أول حلقة عندنا اللي هي الميكانيزم أو آليات الإصابة، تعالوا نتكلم على شوية إحصائيات أو أرقام جميلة جدا ولذيذة جدا. خليني أقول لك إن من أصل كل فرقة فيها 25 لعيب، 7 على الأقل سنوياً بيعانوا من إصابة في العضلة الخلفية. مش بس كده، 1 من كل 3 بيتصابوا بترجع له الإصابة تاني. طيب نسبة عودة الإصابة في أول أسبوعين أنت بترجع تلعب تاني بتكون حوالي 12% من إجمالي العدد المصاب. يعني لو 5 اتصابوا مثلا ورجعوا يلعبوا، في 12% من الرقم ده احتمال يتصاب تاني، والأرقام دي في بعض الدراسات مطلعاها بزيادة. كمان لكل 1000 ساعة تدريبية في المجال الرياضي أو التنافسي نسبة الإصابة من 1.2 إلى 4 إصابات لكل 1000 ساعة. وأخيرا تقريبا 22% من اجمالي عدد لاعبي كرة القدم في العالم سنويا بيعانوا من اصابة العضلة الخلفية. قبل ما نتكلم على اصابة لازم نتكلم الاول على تشريح العضلي. احنا بنتكلم على عضلة الهامسترنج او العضلة الخلفية، وبتتكون عندي من 3 رؤوس: البايسس فيمورس او العضلة الفخذية ذات الرأسين، والسيمي تندينوسس او العضلة النصف وترية، والسيمي ممبرينوسس او العضلة النصف غشائية. طب العضلات دي مكانها فين؟ العضلات دي مكانها كلها على البوستيريور ثاي، على الفخذ من الجزء الخلفي. كلهم بيبداوا بيوريجينيت من هنا، الاوريجين بتاعهم من الحته اللي انا ماسكها دي، العظمه دي اللي هي السيتنج بون او العظمه اللي احنا بنقعد عليها دي، اسمها الاشيال تبروستي او الحدبه الاسكيه. بيبقوا نازلين من الاشيال تبروستي. البايسس فيمورس عندنا بتتكون من راسين، اللونج هيد بتبدا من الاشيال تبروستي او الحدبه الاسكيه لحد الفيبيولا، والشورت هيد بتبقى بادئه من على نص الفخذ من النص ونازله برده على الفيبيولا، بينما جنبها بيكون في السيمي تندينوسس وتبقى بادئه من نفس الاوريجين تقريبا وبتنزل على التبيا. واخر عضله او اكتر واحده ميديال او ناحيه المنتصف هي السيمي ممبرينوسس او النصف غشائيه، بتبقى بادئه برده من الاشيال تبروستي ونازله على التبيا. ده كده منظر الثلاث عضلات، لازم تكون متخيلهم. طبعا دورهم بما ان هم بيعدوا على مفصلين الفخذ وعلى الركبه، بيساعدوا في مد مفصل الفخذ او الهيب اكستنشن، وبيساعدوا في ثاني الركبه او الني فليكشن. وطبعا ليهم شويه اختلافات، بما ان في البايسبس فيمورس انا عايزك تفتكر ان هي الموست لاترال اللي هي اكتر واحده على الجانب الخارجي للفخذ، والسيمي ممبرينوسس والسيمي تندينوسس يعتبروا ميديال او يعتبروا وسطيين اكتر ومتوسطين اكتر، داخلين على الركبه من الجنب، فهيبقى ليهم شويه وظائف في التشريح الوظيفي مختلفه. طب انا امتى بيحصل لي اصابه الهامسترنج سترين او اصابه العضله الخلفيه؟ بص يا سيدي، اكتر وضعين بيحصل فيهم اصابه: الجري، السبرنتنج، لو انت بتجري بسرعه عاليه مع تغيير اتجاهات بصوره متكرره زي كل الالعاب التنافسيه مثلا كره القدم. والحاجه الثانيه الاوفر ستريتشنج او الاوفر لينسنج، او ان انت بتعمل اطاله بشكل كبير جدا او بشكل مفاجئ لعضله خلفيه، زي ما بنشوف مثلا في الحاجات اللي فيها القفز او فيها الكيكنج او الركل، او حتى لو انت بتعمل تاكلينج او سايد تاكل مثلا في كره القدم. هل في اختلاف ما بين الاصابتين؟ وركز معايا. النوع الاول من الاصابه اللي هو المرتبط بالجري بيكون ناتج عن حاجه اسمها الدي اكسلريشن او عمليه الابطاء. يعني في حاجه اسمها الليت سوينج اوف ستانس، ان انت خلاص رجلك هتبدا تلمس الارض، العضله الخلفيه هنا بتبدا تنقبض عشان تخليك تقف، عشان تبدا تخليك تعرف تقف. الحركه بتاعت الدي اكسلريشن دي على مفصل الركبه على مفصل الفخذ بينتج عنها الاصابه. الاصابه بتكون فين؟ بنسبه كبيره بتكون في البايسبس فيمورس لونج هيد، في العضله الفخذيه ذات الراسين، في الراس الطوليه اللي قلنا عليها بادئه من الاشيال تبروستي، وغالبا ده بيكون هامسترنج سترين تايب 1، يعني من النوع الاول، وده اخف نوع من اصابات العضله الخلفيه. فمبروك عليك، لان انت كده يعني تعتبر خدت اخف حاجه الحمد لله عندنا. النوع الثاني اللي هو ناتج عن اوفر ستريتشنج او اوفر لينسنج، وده رخم شويه. ليه رخم؟ ليه؟ ان ده للاسف بيكون في عضله اسمها السيمي ممبرينوسس، اللي هي برده بتكون طالعه عند الحدبه الاسكيه بس من جوه، وده غالبا بيبقى اسمه هامسترنج سترين تايب 2، بيكون غالبا مرتبط ناحيه الوتر وبياخد وقت اطول. طب انا دلوقتي يا كابتن احمد خلاص عرفت ان الاصابه دي بتجيلي في الجري او السبرنتنج بسرعه عاليه مثلا مع تغيير اتجاهات زي مثلا الالعاب التنافسيه او اثناء المنافسات، بدليل ان اغلب اصابات العضله الخلفيه فعليا بتحصل في الان سيزون او اثناء المنافسات زي مثلا منافسات كره القدم. والموضع الثاني هو الاوفر ستريتشنج الاوفر لينسنج، او لما بيحصل اطاله بشكل مفاجئ للعضله. انا بقى كابتن احمد الاصابه دي بتجيلي كل شويه، متكرره، بسمع عنها كل شويه، بتجي لاصحابي بشكل كبير. ايه العوامل اللي مخليه ان انا عندي معدل تكراريه عالي للاصابه دي؟ ركز معايا. اول حاجه عندنا الاوفر يوز، يعني انت بتتمرن كتير جدا اعلى من قدرات جسمك مثلا على الاستشفاء،
زي مثلا التمارين التنافسيه زي ما قلنا، او المباريات التنافسيه، او زي ما بنشوف لعيبه الكوره بيحصل لها اصابات ازاي في الان سيزون في المنافسات. الحاجه الثانيه عندنا واللي اتكلمت فيها كتير وقلت فيها كتير، وهي التشوهات القواميه. لو عندك مشكله على مستوى ال بي اتش سي او لامبو بيلفيك هيب كومبلكس، اللي هو انضغام العمود الفقري مع البلفس مع الهيب بشكل كبير، ده معناه ان انت عندك مشاكل في التحكم في عضلات الفخذ وعضلات الكور او عضلات الجذع. وممكن مثلا يكون عندك حاجه زي الاي بي تي او التقاعد القطني الزائد. فده لما بيكون عندك اللي هو الحوض يكون مقلوب لقدام، ده هيؤدي ان عضله مثلا زي العضله الخلفيه تكون على طول في وضع لينسند، دي بتكون معرضه للاصابه بشكل كبير. وحاجه كمان برضو انا بشوفها غريبه جدا، ان دايما بتلاقي مثلا واحد راح يحجز كوره بعد شهر او شهرين او سنه ما بيلعبش، ومره واحده ينزل يعمل سبرنتات. هنا مفيش تكافؤ ما بين متطلبات السرعه اللي انت عايز تنتجها وقدراتك اصلا العضليه، بالتالي هنا بتحصل الاصابه. وخلي بالك ان مجرد ما بتحصل الاصابه معدل تكرارياتها بيكون عالي لو انت ما اهلتش كويس. ولكن في خبر كويس، ان 91% من اصابات العضله الخلفيه بتكون في اللونج هيد اوف بايسبس فيمورس، اللي هي الراس الطويله في البايسبس فيمورس، اللي هي بتكون هامسترنج سترين من النوع الاول، اللي هي تقريبا بتاخد حوالي 25 يوم عشان يحصل لها استشفاء وترجع تتمرن تاني. خلصنا الجزء الاول النظري من اصابات العضله الخلفيه. ان شاء الله الجزء الجاي هنتكلم على ازاي اصلا تشتغل تاهيل مع نفسك لو جالك اصابه عضله خلفيه لا قدر الله، وكمان هنعمل جزء ثالث اللي هو اصلا ازاي تتجنب اصابه العضله الخلفيه. ما تنساش اللايك والفولو والشير واعمل منشن. لو عندك اسئله سيبها لي، ولو محتاج مساعده في برامج التدريب والتاهيل سيب لي كومنت وهرد عليك. والسلام عليكم.